السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب ام يحيى، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وهتعمل لنا ايه يا ام يحيى؟ هعمل لكم فاهيتا بأقل تكلفة، ولا بقى ايه افتكاسات، ولا هقولك حط زبادي، ولا هقولك لا لازم فلفل الوان. لو ما حطيتش فلفل الوان مش هتبقى حلوه. لا، ما فيش الكلام ده. احنا هنعمل باللي موجود عندنا. هتعملي ان شاء الله شويه فاهيتا زي الفل. بصي يا ستي، انا جبت صدر فرخه. صدر الفرخه ده عامل حوالي ايه 450 جرام، يعني مش مكمل نص كيلو. تمام، يعني ممكن يعمل معاكي حوالي 70 جنيه، لان النص كيلو ب90 او بحاجه و90. انتوا عارفين دلوقتي البانيه يعني سعره كويس، سعره نزل. الاول كان بمعدل الكيلو معدل 200، دلوقتي الكيلو ب190. طيب يبقى انا كده معايا ايه؟ صدر فرخ. عندك كام حته بانيه في الفريزر اعمليهم. هجيب ربع كيلو بانيه واقطعه اعمليه. عندي نص كيلو اعمليه. اللي عندك موجود عندك في التلاجة، او اللي موجود على قد ايديكي، خلاص امشي بيه واعملي بيه، ما توقفيش على اي حاجه. احنا دلوقتي ايه؟ بتوع البيت العمران، نعمر بيتنا باي، بصي باقل ما يمكن ان شاء الله. بصي يا ستي، التوابل بتاعتنا ايه بقى يا ستي الكل؟ اهم حاجه التوابل، اهم حاجه في الفاهيتا هي التوابل. معايا معلقه زعتر، معايا معلقه توم باودر، معايا شويه فلفل اسمر برضو معلقه، المعلقه الصغيره دي، انا معايا بالمعلقه الصغيره دي. طيب معايا ايه؟ بصل باودر، معايا ملح طبعا انت بقى دوقي حياءه، يعني انت بقى الملح ده في ايديك انت. معايا شويه شطه، يعني نص معلقه. ومعايا بهارات، اللي هي البهارات السبعه. تمام تمام. معايا ايه كمان؟ معايا 3 طماطمات كده حلوين. بص الطماطم جميله ازاي، الطماطم ما شاء الله سعرها نزل وايه زي الفل. معايا كده ايه 3 طماطمات اهم. ومعايا كام قرن فلفل رومي. ومعايا قرنين ايه، طبعا انتوا عارفين بقى ام يحيى ما بتحبش لازم الاكل يكون ايه بقى مشطشط كده ومتدلع. معايا قرنين حامي. انت مش عايزاها حراقه، خلاص بلاش، استغنى عن الحامي، حطي رومي بس. عندك فلفل الوان او هتجيبي متاح معاكي ان انت لا هجيب الوان، هاتي الوان وحطي رومي، وحطي هاتي لك فلفل اللي هو الاحمر والاصفر الالوان ده. واعملي اللي انت عايزاه، ما دام متاح معاكي خلاص اعملي. لكن انا دلوقتي مش متاح عندي الفلفل الالوان ومش هعرف اشتريه، خلاص اعملي برومي. مفيش اي، ما تقفيش على اي حاجه، باقل التكاليف ان شاء الله هيبقى بصي معاكي كل حاجه حلوه وكل حاجه جميله. ما تقفيش على اي حاجه يا حبيبتي. تمام، يبقى انا معايا ايه 3 طماطمات اهم، معايا كام قرن فلفل رومي، ومعايا قرنين حامي. طيب كمان معايا بصلتين حلوين كده، وسط اهو بصلتين. ومعايا كام فص توم. انت بقى هتزودي في كمية البانيه، في كمية الفراخ، خلاص يبقى تزودي في ايه، في البصل، ازود في الطماطم. لكن ده على 450 جرام زي ما قلت لك، يعني مش مكمل نص كيلو. بس انت لو حطيتي نص كيلو خلاص تمام. اعملي برضو نفس الايه اللي هي الخضار، ونفس البصل ونفس الثوم زي ما انا عامله كده. تمام. هنعمل ايه بقى يا ست الكل؟ ومعايا زيت، عايزه عندك حته زبده تحطيها على الزيت تمام، اعملي بده وده. لكن انا ما عنديش الا زيت، حلوه قوي، اعملي بالزيت. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنمسك الايه الفراخ دي ونقطعها شرايح. هقطعها دلوقتي وهوريها لك اهو يا ست الكل. هتمسكي كده على البلانشه بتاعتك القمر دي، وتعملي بقى ايه بسم الله، وتعملي شرايح كده اهي، اهي كأنك بتقطعيها، هتعمليها شاورما، يعني هي زي تقطيعة الشاورما. بصي الموضوع سهل جدا، مش هياخد منك اي وقت، يعني ما شاء الله في نص ساعة مش هتكملي كمان، هتبقى عاملة احسن غدوة بإذن ربنا ان شاء الله. تعملي بقى جنبيها بطاطس محمرة، هتبقى غدوة معاكي زي الفل، ولا تكلفة ولا اي حاجة. هقطع بقى كده ايه الفراخ الجميلة دي وايه، وارجع لك يا ستي الكل. خلاص كده ايه قطعنا كده الفراخ اهي زي ما قلت لك يا حبيبتي، قطعناها اهي قطع اهي. تمام اهو ما شاء الله، يعني كويس، يعني هيعمل معاكي بردك ايه
ان شاء الله يعني كميه كويسه. خلاص كده قطعناه. هنقطع ايه بقى؟ هنقطع البصل الحلو ده ونخرط الثوم ده بالسكينه، انا عايزاه حتت صغيره. خلاص اهو ايه، قطعنا البصل اهو، قطعته ايه جوانح كده زي ما انت شايفه، وقطعت ايه كام فص الثوم اهم، خرطتهم كده خرط صغيره. تمام كده. طيب هناخد بقى ايه الطماطم والفلفل وبرضك ايه هنقطعه. خلاص كده ايه قطعنا اهو الخضار. قطعت الطماطم على فكره بصوا زي السكر اليومين دول وجميله، وسعرها بقى حلو قوي، يعني الكيلو دلوقتي عامل 15 جنيه. انتوا عارفين الايام اللي فاتت كان الكيلو عامل كام؟ كانت معديه 30 جنيه. طيب وقطعنا الفلفل الرومي اهو، وقطعت بقى ايه حبيب قلبي الفلفل الحامي. الفلفل اليومين دول البلدي ده حراق جدا، فلو انت مالكيش في الشطه استغنى عن الفلفل. لكن انت بقى لو عامله زي ام يحيى، لا يا حبيبتي حطي فلفل زي ما انت عايزه. هو ده اللي هيخليكي تاكلي. تمام تمام. تعالوا بقى كده بينا على البوتاجاز. الصينيه اهي يا حبايبي، هنحط بقى كده شويه زيت حلوين، ونعمل ايه بقى؟ وننزل بالتوابل بتاعتنا الحلوه دي. بصوا بقى يا حبايبي، انا ما قلتلكوش على معلقه السكر دي. معلقه السكر دي هتخليها في حته تاني، هتخلي الفراخ كده طريه وما شاء الله طعمها جميل كده، وايه هتديها يعني ايه بتفرق. فمعلقه السكر دي هي معلقه صغيره، ما تستغنيش عنها، حطيها. هنحط كل التوابل دي كده على الزيت. تمام. وايه بقى؟ وقلبي بقى لحد بس كده ما ريحتها تطلع معانا. خلاص ايه يا حبايبي، التوابل كده القطعه طلعت، اروح نازله بايه بقطع الفراخ عليها اهو. بصي الطشه دي ايه تعرفي ان ايه بس كده حاجه نفسي فيها. قلبي بقى كده تقليبه حلوه. تتشمع بس كده وتاخد لون. بصوا ان شاء الله احلى شويه فاهيتا هتعملوها بابسط طريقه وابسط تكاليف، عادي تكاليف، ولا بقى فلفل الوان ولا تكاليف ولا زبادي ولا القصه دي. مش معنى يعني ان احنا ما حطيناش فلفل الوان وزبادي والحاجات الزياده دي يبقى هي مش هتطلع حلوه، لا طبعا. ان شاء الله هتجربيها وباذن الله هتبقي احلى فاهيتا عملتيها ان شاء الله. قلبي بقى كده وايه تاخد بس كده لون وايه ونخرجها. خلاص بقى ايه كده، خلاص خدت اللون اهو. هنروح بقى ايه نطلعها مخرجينها. اهو خلاص كده ايه خرجناها اهو. وهنحط ايه بقى في الطاسه في مكان الفراخ؟ هننزل ايه بقى بالبصل، ايه كمان والثوم. في فصين ايه هعملهم اهو اقطعهم. تمام. علي بس كده النار. تقليبه بقى كده حلوه. خلاص كده ايه قلبنا البصل اهو هيدبل معانا. ننزل بقى بايه على البصل؟ ننزل على البصل بالطماطم والفلفل الرومي والفلفل الحامي. نقلبي بقى كده تقليبه حلوه. حطينا الخضار ايه على البصل كده يا حبايبي اهو. بصوا كان تقليبه كده، وتروحي نازله بقى بايه بالفاهيتا جميله اهي. انزلي بقى كده بالفراخ كده. خلاص بقى ما بقتش فراخ، بقت فاهيتا.
قلبي بقى كده تقليبه حلوه ان شاء الله. باذن الله الطريقه دي تعجبك، جربيها وباذن ربنا هتعجبك ان شاء الله. بص بسم الله ما شاء الله، عشان عم اقول لك ما توقفيش على حاجه، تعرفي ان ام يحيى كلامها صح. ما شاء الله اهو. بصي عملتي غدوه اهو باقل تكاليف اهو. اعملي بقى شويه بطاطس محمرين وايه وحطيها جنب الفريته كده وهتبقى ايه، عملتي احلى غدوه اهو ما شاء الله. وهي مع ان هي مش عايزه حاجه جنبيها والله، ممكن تعمليها فين وتعمليها سندوتشات وجنبيها سلطه، تحطي مثلا كيس شيبسي جنبيها وتعمليها سندوتشات، او في عيش في فينو، المتاح عندك. تمام. هنسيبها بقى كده ايه بقى تستوي، هنوطي عليها ونغطيها ونسيبها ايه تستوي. خلاص يا حبايبي كده ايه، بصوا شربت كده ايه ميتها خلاص. اروح انا بقى ايه حاطه لها يا دوب يعني شويه ميه صغيرين مش كتير، وبرده اديها تقليبتين، وبعد كده مفيش مش هكمل 5 دقايق ان شاء الله ونطفي عليها.